خونه اللي معناتها اليوم في البلاد فهمني ولا اللي معناتها البارح غدروا بها فهمني كيما حبوا، ورا ناس اللي البارح كتبت تسيل الدم او 87 اليوم تتكلم فهمت كذا وتحكي تقول فهمت كذا انا ضد الارهاب وهم صنعوا الارهاب. هذا الشيء اللي يقتلني، هذا الشيء اللي مرضني فهمني ولا. فتحي عمدوني ليه شرف اللي انقذ تونس معناتها من الانقلاب حركه الاتجاه الاسلامي نهار 8 نوفمبر 87. فتحي عمدوني اللي شد نهار 5 نوفمبر 87 رئيس الجناح المسلح للاتجاه الاسلامي علي الزروي فهمني. فتحي عمدوني في العمر نتاعو وقتها عام خدمه فهمني ولا. مالجري علي الزروي في الفتره هذيك عنده فاليز فيها 11 مليون صوت فهمت بها 87 سنه القيمه نتاعها فهمني. يمد لي بها ليسونسيال نسيبه فهمتني. وقمت بالعمل هذاك ورئيس الاداره نتاعي فهمت محمد علي قنزوعي مازال موجود حي فهمتني ولا. هذه حقائق والناس مازالت عايشه فهمتني ولا. لكن هذا شرف لي مانيش باش هذا واجب ما يسوى شيء الشيء اللي قمت به قدام ما يقوموا به اليوم فهمت كذا. جنود الوطن من قوات امن داخلي وجيش وقت نراهم هما ننسى روحي ننسى التضحيات نعتبر شيء قدام اللي عاطين دمهم. لكن الخونه اللي اليوم فهمت كذا يقولوا الارهاب والارهاب اللي معناتها الاختراق المؤسسه الامنيه اللي تم عام 86 و 87 لبروف السائق الخاص نتاع محمد علي القنزوعي اللي تم معناتها فهمت كذا شريانه من طرف حركه الاتجاه الاسلامي اللي هي حركه النهضه اليوم اللي اسمه عبد الله غريز اللي كان فهمت كذا في الفتره هذيك يقوم بالتنقلات السريه بالسياره نتاع محمد علي القنزوعي رئيس اداره الاستعلامات وما في بالوش محمد علي القنزوعي بيان سور توقف السيد هذايا بعديك فك العصابه الامنيه تاع حمادي الزبالي بعد عمليات فهمت كذا نتاع بمعنى كلام اختير تقول فيه وتتهم فيه اشخاص بالاسماء يا فتحي العمدوني. عندك ادله على الكلام اللي تقول فيه؟ لا كلام حقيقه. ايه اما وقت اللي نواجهوا الناس هذوما بالحقائق هذه يقول لك هذه تلفيقات بن علي. انت توا قاعد تجبد في تلفيقات بن علي. انا ضحيه بن علي عايش خويا الشعب التونسي الكامل كان ضحيه بن علي. ايه فهمتني ولا؟ ايه الناس مش الناس هذيا بركه الشعب التونسي كامل. اذا كان ثم ناس خلوا بن علي 23 سنه هي الناس هذوما القدر بن علي قعد 23 سنه في الحكم على اساس فهمت كذا يحارب في الارهاب اللي صنعوه الناس هذم فهمني. هذه حقيقه لازمنا نستعرفوا بها